الخطر القادم. في الوهلة الأولى عندما تسمع عبارة الخطر القادم يذهب تفكيرك مباشرة إلى الحروب وإلى المواجهات العسكرية وإلى الأسلحة الفتاكة، الطائرات، الدبابات، الصواريخ والجيوش، وهذا ما تعودنا عليه كلما سمعنا كلمة خطر. لكن الواقع اليوم لم يعد يدار بهذه البساطة، فأغلب الحروب الحديثة لا تبدأ بإطلاق النار، ولا تعلن بالبيانات العسكرية، ولا تحسم بعدد الدبابات والطائرات، بل تبدأ قبل ذلك بكثير. الخطر القادم لا يطرق الباب بعنف ولا يدخل كعدو واضح. الخطر القادم يدخل بهدوء، يتسلل عبر الأفكار وعبر الخطاب وعبر ما يكرر يوميا في المجال الرقمي المفتوح حتى يصبح أمرا عادي. وهنا نصل إلى صلب الموضوع. الخطر القادم هو حرب كتابة، حرب تخاض اليوم بالكتب وبالمقالات وبالدراسات التي تقدم في ثوب أكاديمي وتدفع بذكاء إلى المنظومة المعرفية الرقمية. واليوم تقوم الجزائر بإنتاج كم هائل من الكتب الحديثة التي تعيد كتابة التاريخ وتزور التراث وتنسب إلى نفسها تراث شعوب أخرى بلا سند تاريخي حقيقي. كتب تكتب اليوم ولكنها موجهة للغد ومعدة لأن تدمج في المصادر الرقمية المفتوحة، لأن الخطر الحقيقي لا يكمن في الكذب الآني بل في التراكم. بعد سنوات تتحول هذه الكتب إلى مراجع جامعية، مصادر يستشهد بها، ومحتوى يعاد نسخه في الفضاء المعلوماتي العالمي. وهنا تقع الكارثة. الذاكرة الرقمية العالمية لا تفرق بين حقيقة موثقة ورواية مكررة، هي تعتمد على الكم، على التكرار، وعلى ما هو متوفر أكثر لا على ما هو صحيح أكثر. عندما تغرق المنصات المرجعية الرقمية بعشرات الكتب ومئات المقالات وآلاف الصفحات، تتحول الرواية المزورة مع الوقت إلى أمر واقع معرفي. ومع تقدم العلم وبزوغ فجر الذكاء الاصطناعي، فإن الجيل القادم لن يكلف نفسه عناء القراءة ولا مشقة البحث عن الحقيقة، سيتجه مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي ليجيبه وليفكر مكانه وليقدم له المعلومة الجاهزة. ولكن الذكاء الاصطناعي نفسه لا يختلق المعلومات من الفراغ، بل يعتمد على خوارزميات تستقي معرفتها من كم هائل من الكتب والمراجع والمصادر المتاحة. فإذا كانت هذه المصادر مزورة أو موجهة أو مبنية على تكرار رواية واحدة، أإن الذكاء الاصطناعي سيعيد إنتاجها ويقدمها على أنها حقيقة، لا عن قصد ولا عن نية سيئة، بل لأنه لم يعلم خلاف ذلك. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. فمن يملك المصادر اليوم ومن يغرق الذاكرة الرقمية العالمية بروايته هو من سيعلم ذكاء الغد ويوجه إجاباته ويرسم للأجيال القادمة ما سيعتبر حقيقة. الخلاصة: الخطر القادم ليس أن يكذبوا اليوم، الخطر الحقيقي أن يصبح كذبهم غدا هو الحقيقة المعتمدة في المنظومة المعرفية الرقمية العالمية. والأمم لا تسقط عندما تهزم عسكريا، بل عندما تسرق ذاكرتها وهي صامتة